البنت دموعها وقعت في الشوربة الدوا، وأول ما أخوها شرب منها رجع يمشي تاني كأنه عمره ما كان مريض. الأم ما كانتش مصدقه اللي شافته، والأخ فرح جدا إنه بقى يمشي عادي زي كل الناس. قام شال أخته ولف بيها من الفرحة، وكان سعيد جدا. بالليل وهي لسه نايمة حلمت إن أبوها توفي، وفجأة في اللحظة دي أبوها رجع البيت. البنت جريت عليه بحماس، وهو كمان حضنها بحب. بس في نفس الوقت جندي دخل ومعاه دعوة للوليمة. البنت أول ما شافت الدعوة افتكرت الحلم اللي شافته، ولما أبوها كان خلاص هيمشي مسكته ومنعته. الأم افتكرت إن البنت مش عايزة تفارق أبوها، فقالت للأب ياخدها معاه. قبل ما يخرجوا الأخ إداها مسدس هدية، ولما وصلوا الوليمة الراجل اللدود قال للأب يختار الكنز الحقيقي من وسط الحاجات اللي قدامه، وإلا مش هيخرجوا الليلة دي. الأب وقف يفكر يرد إزاي، لكن البنت جريت بسرعة وقالت فين الكنز الحقيقي؟ الناس ضحكوا عليها وسخروا منها. في اللحظة دي البنت كسرت الكنز اللي اخترته. الراجل ما كانش مصدق ووجه سلاحه للأب، لكن البنت لحقت الموقف قبل ما يقدر يخلص على أبوها. وفجأة الكنز الحقيقي ظهر للناس. البنت سلمت الكنز لأبوها، وفي الآخر خرجوا سالمين ومعاهم الكنز.